السلام عليكم حبايبي الغاليين. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض من ألذ وأحلى الحلويات. هنعمل مع بعض كيكة الكوكيز. شايفين الجمال ما شاء الله اللهم بارك. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة. مكونات موجودة عندك في البيت. اعمليها بطريقتي دي هتنبهري بالنتيجة. فعلا جميلة وتستحق التجربة ما شاء الله اللهم بارك. اعمليها في بيتك أوفر وأنضف كتير من تشتريها جاهزة من المحلات. اعمليها بقى لأولادك كده ولأحفادك وضيوفك هينبهروا بطعمها وبجمالها. فعلا جميلة ما فيهاش ولا غلطة، شكل وطعم ما فيش أحلى من كده. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ده يوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. عيرت 2.5 كوب دقيق بالكوب الإزاز دوت. اهم حاجه نمشي على الخطوات بالظبط تطلع معاك الوصفه ناجحه 100% ان شاء الله. وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. كده هنخل 2.5 كوب دقيق. اخلي الدقيق بيدي تروه حلوه قوي للكيكه. وهضيف كمان ربع معلقه صغيره ملح. وهضيف كمان باكو بيكنج باودر. حلو جدا لما بنخلوا البيكنج باودر والملح مع الدقيق، بيدي تروه حلوه قوي للكيكه. وهبتدي بقى ان انا انخل كل المكونات كده مع بعضيها. عايزاكم بقى تجربوا حبايبي الكيكه دي جميله جدا وطعمها بيديكي في حته تانية خالص. حقيقي جميله ما فيهاش ولا غلطه. بعد بقى ما بنخل الدقيق كده بقلب بقى المكونات كده مع بعضيها لحد ما يندمجوا مع بعض بالشكل ده، وهركنهم لحد ما اعمل المواد السائله. في بوله تانية هضيف كوبايه الا ربع زبده كريستال. انا بستعمل الزبده كريستال او زبده فرن المتاح عندك. انا استعملت زبده كريستال وهضيفها كده في البوله. وهضيف كوبايه الا ربع سكر حبيبات ابيض. وهشغل المضرب كده على السرعه الاولى لحد المكونات تندمج مع بعض، السكر والزبده بالشكل ده. ضروري بقى وانا بشغل المضرب كده تكون الزبده والسكر اندمجوا مع بعض ويديني الخليط كريمي بالشكل ده. اهم حاجه ندوب السكر مع الزبده. بدأ الخليط يندمج مع السكر بالشكل ده. بعد بقى السكر ما اختلط كده مع الزبده هوقف بقى المضرب كده وهضيف 2 بيضه يكونوا بدرجه حراره المطبخ. اهم حاجه نطلعها بره التلاجة قبل ما نشتغل الوصفه. وهضيف باكو فانيليا. وهشغل تاني المضرب كده لحد البيض ما يندمج مع الزبده والسكر. هستمر كده بالخفق لحد المكونات كلها تندمج مع بعض بالشكل ده. اهم حاجه ننعمه الخليط دوت خالص لحد ما يبقى ناعم والسكر يدوب تماما مع البيض والزبده والسكر. اهم حاجه نشغله كده لحد ما الخليط ده يفتح معايا ويكون ناعم بالشكل ده. بدأ الخليط يفتح معايا بلم الجوانب كده عشان المكونات كلها تندمج مع بعض. وهبتدي برضه اشغل المضرب كده لحد المكونات كلها تندمج مع بعض بالشكل ده. بدأ الخليط يفتح معايا بالطريقه دي وبستمر كده بخفق المكونات كلها مع بعض لحد المكونات كلها تندمج مع بعض بالشكل ده. بدأ الخليط معايا يفتح، المكونات كلها تندمج بالشكل ده. شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. كده بقى معايا جاهزه الزبده والسكر والبيض. هضيف بقى الدقيق على الزبده والسكر والبيض وهقلب بقى كده بالاسباتشوله لحد المكونات كلها تندمج مع بعض وتكون الكيكه معايا طريه وسهله. دي بقى كيكه الكوكيز. جربوها بطريقتي دي هتعجبكم جدا لان طريقتها سهله بسيطه والطعم بامانه ولا غلطه. وفي النهايه هوريها لكم شكلها عامل ازاي. شكل وطعم مفيش احلى من كده. بقلب المكونات كده لحد ما تتكون معايا العجينه. بدأت العجينه تتلم معايا بكل سهوله عشان مقاديري ناجحه 100%. بعد بقى ما قلبتها كويس جدا بجيب بقى معلقتين كبار شوكولاته شيبسي وبقلبها كده مع بعض. هي دي بقى كيكه الكوكيز. شايفين بقى الجمال. بقلبها بقى كويس كده لحد ما اندمجوا مع بعض. بجيب بقى الصينيه مقاس 24 بدهنها بقى سمنه كويس جدا عشان تقلب معايا كيكه بكل سهوله. بعد بقى ما دهنتها هجيب بقى نص كميه الكيكه. شايفين بقى الكيكه جميله ازاي وسهله وطعمها احلى واحلى. هقسمها بقى نصين. نص في الصينيه هفرده كده وهبططها وافردها كده بالشكل ده.
اهم حاجه برضو تبططيها كويس جدا وتفرديها كده في الصينيه. بعد ما فردتها بقى بالشكل ده بسويها عشان تطلع الصينيه مقاسها مظبوط في الكيكه. بعد بقى ما فردت الكيكه في الصينيه، شايفين بقى الجمال ما شاء الله. هجيب 4 معالق كبار صوص شوكولاته انا عاملاه في القناه، بعمل بيه كل الحلويات. هفردها كده بقى في الصينيه وهسويها بظهر المعلقه كده لحد ما تتفرد معايا صوص الشوكولاته. دي بقى انا عاملاها في القناه جميله جدا وطعمها بقى في منتهى الجمال. وبفردها بقى كده لحد ما افردها كده في نص الصينيه. بعد كده هجيب النص التاني من العجينه وهبططها بقى على كيسه وفي طبق كده وافردها على قد الصينيه بالظبط بالشكل ده. وهجيب بقى الصينيه وانزل بقى بالنص التاني من الكيكه بالكيسه كده واسويها. اهم حاجه بقى تسويها كويس جدا فوق الشوكولاته. وفي النهايه هوريكي شكلها عامل ازاي ما شاء الله. بعد ما سويت الكيكه هجيب بقى معلقتين شوكولاته شيبسي وهوزعها فوق وش الكيكه كده ما شاء الله. شايفين الجمال. واكون بقى مشغله الفرن على درجه حراره 180 وهدخلها في الرف الوسطاني كده. هتقعد معايا بالظبط ساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. واول ما تطلع معايا الكيكه ايه رايكم بقى في الجمال ما شاء الله اللهم بارك. شكل وطعم مفيش احلى كده. هنقلبها بقى كده تتقلب معانا بكل سهوله عشان طبعا احنا دهنين الصينيه. وهقلبها بقى على وشها تاني بالشكل ده. شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه بنفس الخطوات وانا واثقه ومتاكده 100% ان هي تعجبكم ان شاء الله. يلا بقى نقطعوا الكيكه الجميله دي كيكه الكوكيز. شايفين بقى جميله ازاي وسهله وطعمها احلى واحلى بامانه ما فيهاش ولا غلطه. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومه واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه ما شاء الله. ما فيهاش ولا غلطه. واخده السوا بتاعها المظبوط وواخده اللون الذهبي الجميل ما شاء الله. بامانه لو مشيتي على الخطوات بالظبط هتطلع معاكي الوصفه ناجحه 100% ان شاء الله. اتمنى مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه ومشاركه الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. شايفين بقى الكيكه متماسكه ازاي. مقادير ناجحه 100% ان شاء الله وطعمها في حته تانية خالص. اتفضلوا بقى معايا حبايبي. فعلا ما فيهاش ولا غلطه. تستحق التجربه بامانه. اعملها بطريقتي دي هتنبهري بالنتيجه. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهده في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. والسلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.